قواعد لو طبقهم أي حد مرتبط هتزود الحب والسعادة ما بين الزوجين. مثلا بيكم دكتورة هند عز. حاسة كده إن أنت مبقتش تحبني زي الأول، ما عدتش بسمع منك أي كلام حب، ولا أنت بتقولي أنت جميلة لما بعمل حاجة حلوة بلبس حاجة حلوة. هو أنا مش واحدة ست؟ ولا أنت بطلت تحبني ولا أنا ما عدتش عاجباك؟ أنا ما عدتش فاهمة حاجة. قلب وسعك تقولي شريك حياتك كلام لطيف كلام حلو، قوله كلام حلو، قوله وما تفتكرش إن هو هيتغر في نفسه، لأن ده بيخلق فيه روح الإيجابية، وصدقني الإيجابية دي هتزيد أكتر وأكتر كل ما زرعت فيه أنت هتحصد في الآخر. كفاية بقى إن احنا ندور على السلبيات، كل واحد بيتجوز فينا بيكون 80% بيكون فيه إيجابيات، ممكن حاجات يكون مش شايفها قدامه، و20% بتبقى سلبيات. ولو انت عايز تشوف ال80% هتشوفهم، ولو انت عايز تشوفهم 20% هتشوفهم، وانت اللي هتقرر حياتك مصيرها ايه مع شريك حياتك. عايز تشوف ال80% ولا عايز تشوف ال20%؟ برضك الشائعة إن إحنا نقول إن الحياة صعبة وما عندناش الوقت والحياة واخدانا قوي، والزوج يقول أنا مضغوط أنا تعبان أنا مش قادر أتكلم، والست برضك هي كمان مضغوطة وتعبانة مع العيال. طب إمتى هنهون على بعض الظروف والحياة الصعبة؟ إحنا ليه موجودين؟ ليه إحنا الاتنين عايشين مع بعض؟ علشان نطبطب على بعض، عشان نهون على بعض، ومش مجرد بس إن إحنا عارفين، مجرد المعرفة إن إحنا بنحب بعض، لازم يكون لغة الكلام موجودة ما بينا، وكل ما كانت لغة الكلام أكتر بحبك مش أقل من مرتين في اليوم، ربنا يرزقك ربنا يسعدك دايما لسانك عمال يدعيله، زواجك يبقى سعيد وتعيش الحياة حياة سعيدة، لأنها حياة واحدة نستحق إن احنا نعيشها، واحنا نستحق الحب ونستحق نحب، ودي احتياجات لا غنى عنها زي الأكل والشرب. فلو احنا ما دورناش على الاحتياجات دي وأنكرناها وجرينا ورا الحياة العملية، فإمتى احنا هنعيش الحياة بكل معانيها الحلوة، نعيش الزواج بمعناه الحلو، نعيش كل لحظة بمعناها الجميل. بحبك وبحبك بتتقال كعادة، لكن لو انت قلتها في أوقات غير متوقعة وقلتها وانت حاسس بيها قبل ما تحسسها لشريك حياتك، شوف أثرها الإيجابي على شريك حياتك ايه، شوف الطاقة الرهيبة اللي انت هتديها لشريك حياتك ايه، شوف السعادة على مدى اليوم هتكون ازاي، شوف قدرته على مواجهة ضغوطات الحياة لما يخرج بره هتبقى ازاي. ولادك رد فعلهم هيكون ايه لما يشوفوا الأب والأم بيقولوا لبعض كلام إيجابي وكلام جميل، هما كمان هيقولوا لبعض نفس الكلام وهيقولوا لك، هتاخد منهم صدقني، هتخلق شوفوا الأسرة السعيدة الجميلة الحلوة اللي عمالة تقول لبعض كلام طيب. عايزة تحققي السعادة مع زوجك؟ هقولك على سر تعمليه، هاتي نوتة واكتبي كل يوم ليه 3 صفات إيجابية عدوا في اليوم ده، وشوفي سر السعادة ومدى تأثير ده بقوة على زوجك. عرفيه إن النوتة دي بتاعت الصفات الإيجابية اللي انت هتكتبيها كل يوم عنه علشان تشكريه عليها، وشوفي قد ايه هو هيتغير حتى لو كان زوج سيء. فترة ما تعدي وتعودي زوجك على هذه العادة ويتعود إن هي كل يوم بتعمليها له، اعرضي عليه إنه يعملك زي ما انت بتعملي له، صدقوني مش هيبخل عليكي بحاجة لأنه هيحس إن الحاجة دي فرقت معاه كتير، فما بالك انت بقى صاحبة الطاقة الإيجابية اللي انت بتديها له كل يوم، دي إن ده الغذا بتاعه اللي بياخده منك كل يوم قبل ما يروح الشغل. لو حصل ما بينكم مشكلة اكتبي له في الورقة إنه رغم إن هو أخطأ مثلا في كذا، لكن انت شايفة برضك حاجات إيجابية من ناحية الموقف كذا وكذا وكذا. كانت في حاجة مضايقاك من شريك حياتك قولها بخفة ظل، قولها بفكاهة ومرح ودعابة. اتأخرت؟ طب ما اتصلتش عليا ليه؟ على فكرة ده إهمال، انت كنت وحشني قوي قوي لما اتأخرت، بتتصل بينا ولا بتسأل علينا ولا بتفكر حتى ترن ولا مرة. لا انت انا بحس ان انت عامل زي العيد اللي بيجي مرتين في السنة، لما بسمع صوتك وبسمع ان انت بترن بحس انه العيد جه. بعد رقم 3 علشان الزواج يزيد حب ويزيد سعادة، هو ان انت تقلل او انت تقللي التذمر والشكوى. دراسة بتقول إن كل ما ضغطت على شريك حياتك إنه يعمل الحاجة اللي أنت عايزها بطريقة التذمر والشكوى، فاحتمالات إنه يعملها هتقل جدا. الحل إيه؟ الحل إن أنت تلاقي حاجة بديلة للتذمر والشكوى،
يعني مثلًا لو هو كسول أو مش بيعمل الحاجة ديّة، حاول تلاقي السبب اللي هو خلّاه ما يعملش الحاجة دي، وتقعد معاه وتتكلم بصدق وبحُب، ما يبانش عليك إن أنت بتتهمه، ممكن يكون هو قصّر نتيجة إنه مُجهد تعبان، أو يكون شايف إن ده دورك هو مش دوره هو، ممكن تهزر معاه وأنت بتقول له الحاجة. جماعة تحسّنوا التواصل ما بينكم، حتى لو أنتم طريقتكم في التواصل صعبة ومش قادرين تتواصلوا مع بعض، حاولوا تتعلموا ده، لإن ده نتيجته يا إما الحب يزيد يا إما الحب يقل، والتواصل ده ناتج على إن الست بتفكّر بعقلية والراجل بيفكّر بعقلية، ولو أنتِ قريتِ كتير وحضرتِ برامج وفيديوهات وكورسات هتقدري تفهمي عقلية الراجل إزاي بيفكّر وهتقدري تتعاملي معاه، وهو كذلك، وبداية التغيير لازم بييجي بالعلم وبالتعليم. وأنا مش هاقدر أخلّي حياتي سعيدة وأتغيّر طول ما أنا في مكاني ومجرد إن أنا بافهم الحياة بسطحية.